السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا بنات جايين بفيديو جديد، وهنكمل بقى تجديدات بقيه البلكونه. بصوا بقى، لما كنا فرشنا البلكونه دي معاكم وعملنا فيها الحديد والنجيله وحطينا الكراسي وكل حاجه، ناس كتير علقت لي على الفيديو دوت وقالت لي البلكونه مش امان، البلكونه كده ممكن اي طفل يطلع عليها ويقع لا قدر الله. فانا والله عارفه دوت، وكمان انا في الفيديو قلت لكم ان انا هجيب يعني اللي هو الفايبر الكريستال وهقفلها وكده. فبما انكم بقى كلكم قعدتوا تقولوا كده ومستعجلين، فانا خلاص بقى قررت ان احنا ايه هنزل يعني هجيب لوح فايبر الكريستال وهنقفلها بقى عشان تبقى امان، وفي نفس الوقت بقى ايه تبقى يعني ايه، بنتي صغيره كانت بترمي حاجات كده من البلكونه، فهنقفل بقى الحوار ده كله. بصوا بقى، اول حاجه نزلت فيها رحت فين؟ رحت السبتيه. السبتيه ديت مكان على فكره حلو يعني لاي حد بيبيع عدد بويات، لا مش بويات، عدد، واللي هم اللي هي الحديد اللي هو بيتباع عباره عن إيه مسامير، كانات، حاجات زي كده يعني. المهم يعني كان لما روحت بقى هناك وكده، بصوا بقى في كتير قوي بتوع فايبر وكده، فاحنا قعدنا سالنا ولغايه ما جبنا ارخص سعر يعني، وطلع بقى بالميزان والوزن وفي انواع وكده. المهم احنا جبناه. انا بص، انا كنت فاكراها حجمه كبير، طلع ان هو حجمه عامل زي السجاده كده. انا كنت فاكره احنا هنحطه في العربيه ونربطه كده، الحمد لله طلع ان هو مقاسه صغير يعني. فطلع يعني الموضوع ايه خفيف يعني. فبصوا بقى حطينا ازاي، فتحنا الباب اللي هو جنب اللي هو الباب اللي جنب السواق عادي، ودخلنا منه كده حرفه ولغايه ما دخل يعتبر دخل جوه تمام. فتحنا الكرسي اللي هو جنب السواق ده، نيمناه وحطيناه كده بالطول. اهم حاجه ان هو دخل جوه العربيه، يعني الباب مقفول عليه، ما تمشي بيه على طريق عادي يعني، ما يبقاش متربط ولا يقع منك ولا اي حاجه تحصل. بصوا بقى، بعد ما خدنا اللوح دوت يعني، هو طلع بقى ايه بالوزن. طب الاول حاجه بس مقاسه كام؟ اللوح دوت عامل 2 متر و10 في 5 متر و10. تمام. يعني ما شاء الله كميه كبيره لو انت هتقفلي حاجه الحديد بتاعتك وكده، وهيفيد كمان معاكي. طيب سعره كان كام؟ كان هو سعر اللوحه دوت كان عامل 1800 جنيه. 1800 جنيه دوت، يعني بصوا، هو انا لما روحنا سالنا، في حد قال لي اللوح اللي عندي عامل 10 كيلو، وفي ناس قالت لي لا ده عامل 15 كيلو. فاكتريت اللي في السوق كان عامل 10 كيلو، كان عامل 1800 جنيه. لحد ما لقينا واحد بالصدفه كده قدام اللي هو المسجد المشهور هناك يعني، لقيته بيقول لي انا عندي ال 15 كيلو ب 1800 جنيه، يعني الخامه التقيله ب 1800 جنيه. طيب بصوا بقى، هنا بنعمل احنا ايه؟ ان احنا والدي كده بياخد المقاس، مقاس اول حاجه هنعمل فيها باب الشقه، عشان هاخد منه حته واحده على بعضيه يعني. فاول حاجه قطعناه كده، بيتقطع بالصاروخ بسهوله جدا، بس عايز طبعا حد يكون يعني حد يعني يكون متعود يمسك الصاروخ، عشان الصاروخ تقيل لقدر ممكن يعور حد، لو مثلا بنت او حد لوحدك في البيت لا استني باباكي جوزك اي حد يعني ليه في ان هو يمسك ويشتغل بالعده يعني هو يعمله. بصوا بقى، اهم حاجه برضو تشيلوا اللزق دوت، لان اللزق بتاعه ده تقيل جدا يعني، طلع بصعوبه، بس الحمد لله ايه يعني، واحده واحده لحد ما شلناه. اوعي تقولي هركب بيه ولما يركب ابقى اشيله، عشان الموضوع صعب، وكمان لما تربطي بالمسامير هيبقى الموضوع اصعب بكتير. بصوا بقى، هنا جينا احنا عملنا ايه، ابتدينا نثبت كده اللي هو الفايبر الكريستال دوت، نظبطه على الباب يعني. بصوا المسامير دي كمان جبناها من السبتيه، فيها حته كاوتش كده بتبقى امان ان هي تمسك عليه من غير ما تكسر البلاستيك او تخرمه او كده. المسامير دي من قدام كده عامله زي البنطه، فدي بتخرم في الحديد وفي نفس الوقت بتربط، يعني حاجتين في مره واحده يعني. بصوا بقى، اهم حاجه انتوا تاخدوا المقاس، خلوا فيه مثلا 2 سم من كل حته زياده على دول اللي هتربطوا فيهم. طب انا والدي كان بيربط ازاي؟ كان جايب زي حاجه زي خوصه حديد كده، وبيحطها على من فوق وبيثبت بالمسامير. تمام. ثبت داير ما يدور الباب كله حرفيا باللي هي الخوصه الحديد ديت، عشان خاطر ايه ما تطلعش او كده. والحاجات اللي في النص بدأ يحط فيها على طول مسمار. طيب انا هنا في مره قلت لكم ان انا عامله هنا شراعه، يعني اقدر افتح منها مثلا لو دليفري او حاجه اديله منه فلوس، او مثلا عدد او كده. فالموضوع برضو ايه حلو يعني. فانا قلت ايه هنا، فوالدي هنا خلاص بيخلع اللي هي الحته اللي هي بتاعت الشراعه ديت. فهي يعني انتوا بتاخدوا المقاس وبتخلعوه على وضعه، يعني بتعملوه في ساعتها يعني. ما ينفعش طبعا حد يجي يقول لك ده انا مثلا ايه ممكن اخد المقاسات واقفل لك عندي وكده. حرفيا انت شغاله على حسب الحاجه، مثلا مفصله من نخلعها بالصاروخ، كل حاجه وانت شغاله بتبداي تشيلي منها ايه على حسب يعني ايه، يعني تظبطي على الوضع اللي قدامك يعني. يعني زي ما بيقولوا كده بيركبوه على الوضع اللي هو فيه. بصوا بقى، هنا خلاص كنا بنركب بالمسامير. بصوا المسمار ده بنركبه فيه لقمه كده بتتحط في الشنيور، والمسمار ده بيركب فيها. المسمار دوت عامل زي البنطه، بيخرم في الحديد، وفي نفس الوقت ايه اول ما بيخرم بيربط على طول. عايزه اقول لكم متين جدا، ما يتشالش غير بصعوبه جدا. والميزه كمان اللي المفك اللي هي الراس بتاعته ديت مش مفك عادي يعني، لازم لها لقمه معينه عشان تتفك بيها. فبصراحه امان وحلو يعني. انا بشوف هنا اكتريه الناس بتقفل بحاجه اسمها برشام،
البرشام دوت يعني الحديد اللي هو الرفيع شويه بيبقى اسهل. احنا هنعمل الشراع اللي هو برشام، وهنعمل بقيه الباب الحديد باللي هو بالمسامير دي. يا بنات الموضوع حلو وفي نفس الوقت مش مكلف. انا لما جيت اركب هنا الفايبر الكريستال ده سالت عادي على المتر عادي في محلات اللي هم بتوع البيوت والعيادات والحاجات ديت. سالت المتر بكام، قال لي ب 265 جنيه. فلما جيت هنا دلوقتي جينا نجيب يعني الفرخ وكده، جبنا الكام ال5 متر و10 في 2 متر و10 كله الفرخ على بعضه ب1800 جنيه. فانا عايزه بقولك شوفي الوفر اللي انت مثلا هتجيبيه. يعني مثلا الكيلو مثلا ممكن يبقى المتر ممكن يبقى واقف مثلا عليكي ب160، هنا واقف في الفرخ يعني. لو انت هتجيبيه فرط لوحده ممكن يقف عليكي ب200، هيقف عليكي ب265. يعني حرفيا انت موفره في كل متر 100 جنيه. فده بصراحه يعني ايه مبلغ، يعني 100 جنيه في المتر الواحد ده. لو انت تعملي بقى كميه زي ما انا هعمل كده الشقه، ان انا هعمل كل الحديد اللي عندي فايبر، فهو وفر يعني وفر حلو ان انت بصراحه تنزلي تجيبيه وتعمليه بنفسك. انما هو انا طبعا يعني كل حد، يعني كل شغلانه الناس بتسترزق منها، فانت مش هتعرفي وما عندكيش حد يعملهولك، ما عندكيش جوزك يعملهولك كده. لا طبعا خلي حد يجي يعملهولك. او خايفه تبوظي الدنيا عندك مثلا جوزك او باباكي او اخوك او اي حد بيعرف يشتغل بالعده وكده، لا بصراحه اعمليه، هيبقى فيه وفر كبير وفي نفس الوقت الحاجه بتبقى ايه يعني ايه يعني الفرخ ده ما شاء الله كبير عندي بزياده، فاللي هو بقى اعمل بيه اي حاجه انا عايزاها في الشقه يعني. بصوا بقى هنا البلكونه كنا خدنا المقاس بتاعها. البلكونه ديت الحديد بس لوحده عامل 50 سنتي، فخدنا 50 سنتي في كام في اللي هما في المقاس ال4 متر. تمام. عشان هنلفه بالناحيه التانية، يعني 3 متر الواجهه وفي متر من الجنب بتاع البلكونه، يعني الجنب الصغير ده. طب بصوا هنا بقى ثبتناه بايه، عشان هنا الحديد محمل قوي يعني، ومش هينفع نعمل فيه مسامير زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت. فجبنا حاجه اسمها كاويه. الكاويه ديت بتبقى سخنه كده وبتحطوها بتخرم على طول الخرام بتاعه يعني بتخرم البلاستيك على طول يعني. ما عندكيش الكاويه ممكن يعني تستبدليها بسيخ يكون متسخن جامد، بس طبعا ان انت تعملي كل خرم تسخنيه وترجعي تحطيه يعني بصوا هياخد بك وقت. انما الكاويه بصوا اللي جوزي ماسكها في ايده ديت بصراحه بتبقى سخنه وفي نفس الوقت على طول معاكي سهله. بصوا هنا بقى المقاس لما بتيجي بقى، عشان كده بقول لك لما تيجي المقاس على ابوه بتلاقوا مثلا حته في الحته طالعه حته نازله، يعني مبقاش الدنيا مستويه قوي. فبالصاروخ كده بنقص على قد يعني على الوضع اللي هو فيه لغايه ما نخلي المكان ده يعني الفايبر الكريستال ده والازاز اللي هو المخرفش ده يبقى ايه لازق على طول في الحديد. بصوا بقى بعد ما بنعمل الحوار ده خلاص خربنا. والدي بيجيب حاجه اسمها سلك رباط اللي هو في ايده ده، بيقص منه حته كده بقصافه بزراديه باي حاجه، بتدخلوا الحرف في يعني الحرفين بتوعه بتدخلوهم في الدايرتين، ومن الناحيه التانية بتلفوا الحرفين دول تقفلهم جامد. عايزه اقول لكم السلك الرباط دوت برده متين واحسن من قفيز البلاستيك، عشان قفيز البلاستيك برده مع الوقت بيبوظ ومع الشمس تحسوا ان هو بيدوب يعني. انما القفيز الحديد دوت اللي هو سلك الحديد دوت وسلك الرباط لا عايزه اقول لكم حلو وفي نفس الوقت هيعيش معاكم مش هيتاثر من الشمس ولا حاجه. بصوا برضو انا هنا حبيت ان انا اعمله يعني اللي هو الابيض اللي هو الكريستال الابيض الشفاف عادي. ما حبيتش بصراحه اعمل اللي هو الازرق ولا اعمل اللي هو العسلي. يعني حبيت ان الضوء لما يخش كده الشقه يبقى داخل ابيض عادي، ما يبقاش فيه اي تاثير او احس ان الدنيا ظلمت او كده، لان انا عندي نص البلكونه حرفيا نصها حديد ونصها طوب يعني. فحسيت ان انا لما اعمله كده بصوا مدخل الاضاءه بيضاء ولا كأن في حاجه، يعني بصراحه ما اثرش على الاضاءه جوه في الشقه، يعني حاسه ان هو حلو. بص هو يعني هو من لو حطيت حاجه ورا على طول يبقى شفاف. من بعيد لا ما فيش حد هيشوف حاجه يعني ايه تحس انت وانت دلوقتي بقينا قاعدين في البلكونه تحس ان احنا متدارين اكتر، يعني مبقاش زي الاول كان الموضوع مفتوح على الاخر يعني. بصوا هنا خلاص كده خلصناه بصراحه حلو. بصوا لما تحطوا ايدكم وراه على طول كده بصوا هو ده يعني بيبقى شفاف، انما من بعيد مش هتشوفي اي حاجه، بالعكس كمان لما النور بيقيد بتاع العواميد بيدي لمعه حلو كده زي عامل زي البرونز كده، بيبقى بصراحه شكله حلو. بصوا هنا برده بقى كمان الباب بعد ما تركب الباب خلاص ركبناه. انا قلت لكم بحاجه اسمها خوصه حديد داير ما يدور، وفي النص بقى حطينا ايه مسامير اللي هي فيها كاوتش ديت. بصوا دي الشراعه خلاص بعد ما ركبناها. الشراعه هنا يعني بصوا الفايبر ركب من جوه بالبرشام. بس انا كان نفسي اركب من بره، بس والدي قال لي بره هيبقى مقاس تاني وهيعمل لي زي حته تانية كده دبل، عشان خاطر الحته الحديد اللي هي بتاعت الشراعه دي متبقاش باينه. تمام يعني لسه هيتظبط برده كمان عن كده. عايزه اقول لكم برده العلامه الاحمر دوت مطرح ما احنا كنا ماسكين قلم دوكو بنعلم بيه، فده بسبيرتو او كحول يعني وهيطلع مفيش اي مشكله.
بصوا بقى المنظر من بره بقى بصراحه بقى شكله حلو. بصوا الباب كمان بقى ساتر، يعني اي حد نازل على السلم لو الباب ده مفتوح شويه ما يبقاش الشقه كلها من جوه معموله. شايفين الحته اللي عامله عليها دايره دي؟ لسه دي هتتعمل حاجه اسمها دبل، يعني دبل وش دبل يعني، عشان الخاطر الحديده اللي بالعرض دي ما حدش يشوفها يعني. بصوا بقى لما مثلا لما حد يجي يخبط او كده وافتح بصراحه ما الدنيا تبقى مستوره جوه يعني قوي. بصوا بقى هنا بعد ما خلاص بقى فرشت كده وظبطت الدنيا، لا حاسه بصراحه ان هو حلو، وكمان اللي قاعد مش مجروح قوي يعني ومش مكشوف قوي، وكمان امن على البنات يعني. بس كان ده الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه، ما تنسوش بقى تحطوا لايك واشتراك.